السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دنيا الأخبار. اللي أول مرة يشوف القناة ياريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك. أصدر المطرب الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بيانا جاء فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها. وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمع الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي. وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف. وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي، واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط. وقال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إن قراره بمنع مطرب المهرجانات من إحياء الحفلات نهائي وسيطبق على الجميع. وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد اليوم الأحد أن قرار نقابة المهن الموسيقية جاء ردا على عدم التزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بحذف عبارات الخمور والحشيش من أغنيته بنت الجيران في الحفل الذي أقيم في استاد القاهرة بمناسبة عيد الحب. وتابع نقيب المهن الموسيقية بأن حسن شاكوش لم يحصل على كارنيه نقابة المهن الموسيقية حتى الآن، وأنه يحصل فقط على تصريح بالغناء لكل حفلة يشارك فيها، مناشدا الإعلاميين بالكف عن الترويج لمطرب المهرجانات وعدم الحديث عن تحقيقهم ملايين المشاهدات. وردا على ما حدث أكد عمر كمال مطرب مهرجانات حذف الألفاظ غير اللائقة من أغنية بنت الجيران، مشيرا إلى أن ترددها خلال حفل استاد القاهرة حدث بسبب خطأ في التنسيق. وقال كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد: تشرفت بتلحين أغنية للفنان هاني شاكر وهو يعرفني جيدا، مشيرا إلى أنه تم حذف الألفاظ بناء على تعليمات هاني شاكر، لكن عدم التنسيق كان السبب وراء خطر حفل الاستاد. وتابع: أنا مطرب نقابي ملتزم بتسديد رسوم النقابة، وحال منعنا من الغناء بيوتنا هتتخرق. وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قال في الساعات الأولى من صباح اليوم إن مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، مؤكدا رفض ما حدث مؤخرا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد مطربي أغاني المهرجانات، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري. لا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.